السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض الاختبار الرابع صفحة 237 و 238 من كتاب جيم الأضواء إنجليزي الصف الرابع. نقول بسم الله. ما تنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصل لكم إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. أول حاجة بيقول لك هنا نص استماع listen and circle the correct answer from A, B, C or D. مايا a kind، هتقول له مينيتور يعني مايا موجهة أو مرشدة طيبة. works in a special club، بتعمل في ايه؟ في نادي خاص. طيب بيقول لك هنا she taught young، هي بتعلم young shy الأطفال الخجولة children fun games الألعاب الممتعة. the children الأطفال learn بيتعلموا to share idea إن هم يشاركوا الأفكار. رقم 4 the children الأطفال didn't feel afraid يعني ما عادوش بيشعروا بالخوف to take إن هم يتكلموا. هنا تشوز the correct answer. أول واحدة بيقولك I could smell the cake، أنا بقدر إن أنا أشم رائحة الكيكة that my mom اللي ماما إيه بتعملها. إنما هنا feel يعني يشعر، buy يعني يشتري، عندك drink يعني يشرب. خلاص. ذا نقط هتقوله ذا فيت اللي هو الدكتور البيطري. check my dog فحص يعني check يعني فحص أو كشف على الكلب بتاعي. to make sure عشان يتأكد، make sure يعني يتأكد it was healthy إنه إيه بصحة. طيب إنما teacher ده معلم، عندك mentor يعني مرشد أو موجه، إنما officer يعني ضابط. هنا بيقول لك read and complete the text with the word in the box، اقرأ النص وكمل بالكلمات اللي في البوكس. reading يعني القراءة، visiting يعني الزيارة، borrow يعني يستعير، library مكتبة، next بجوار. My community is full of wonderful things يعني المجتمع بتاعي مليء بالأشياء الرائعة. There is a new library، بيوجد مكتبة كبيرة أو مكتبة جديدة that opened next to my home اللي لسه إيه طبعا فتحت بجوار منزلي. I can borrow books، أنا بستطيع أن أنا أستلف الكتب أو أستعير الكتب from there من هناك. I like reading، أنا بحب القراءة. about history عن التاريخ. I enjoy reading before going to bed، أنا بحب القراءة قبل الذهاب للنوم أو قبل الذهاب إلى السرير. دي صفحة كام؟ دي صفحة 237. 238 يا حبايبي بيقول لك هنا choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. we use our eyes، احنا بنستخدم عينينا to see color عشان نشوف الألوان، shapes والأشكال، and movement والحركات. طيب هيبقى هنا color يعني ألوان، shape يعني أشكال، movement يعني حركات. we can نحن نستطيع، hear يعني نسمع، hear يعني نسمع، music with our ears الموسيقى بأذنانا. إنما colors ألوان، عندك books كتب، flowers ورود أو أزهار. answer the following question، جاوب على الأسئلة. what did our ears help us do، بيقول لك ماذا الأذن بتاعتنا بتساعدنا إن هي بتعمل إيه. تعال نشوف كده الأذن. our ears الأذن، help us بتساعدنا، hear sounds إن احنا نسمع الأصوات، like music زي الموسيقى والvoices والأصوات. voices يعني أصوات، music يعني موسيقى. طيب بيقول لك هنا what do we waste يعني ماذا نحن taste ان احنا بنختبر او بنجرب with our tongue بندق ايه بلساننا. هتقول له taste sweet المذاق الحلو، salty والمالح، و sure and bitter flavors وكمان ندوق النكهات الايه الجميلة. دي رقم 4 السؤال الرابع. طيب السؤال الخامس هنا بيقول لك read and write correct from the word between practice there are many beautiful painting، بيوجد العديد من الرسومات الجميلة. هتقول له in زي ايه؟ in the gallery يعني في المعرض، ده المعرض، gallery يعني المعرض. he doesn't enjoy هو لا يستمتع working late hour he doesn't enjoy يعني هو لا يستمتع بالعمل working late hours في ساعات متأخرة. he studies يعني she studies هي بتدرس French فرنساوي every Monday كل يوم اثنين. نور runs faster than، طالما than هنا يبقى تضيف له الصفة er ودي مقارنة، يبقى نور بتجري أسرع من her brother أخوها.
في البانكتويت يا حبايبي هتحط، بيقول لك شي لايكس بيكنج، هتحط الاس هنا كابيتال كبيرة، وتحط نقطة في نهاية الجملة. حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو، واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة توصل لكم. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. مع السلامة.